لجنة التظلمات أجلت قرارها في أزمة مباراة الأهلي والزمالك ل 15/5 بعد ما كان القرار يطلع النهارده الخميس 8/5. أجلت بسبب رابطة الأندية ما جابتش الدوافع بتاعتها، الورق بتاعها، الدوافع بتاعتها اللي هي عملت فيها إيه؟ اللي هي عملت قرار رابطة الأندية خصمت 6 نقط على النادي الأهلي، وبعد كده بعدها بيوم ولا بيومين طلع قرار تاني اللي الأهلي يتخصم منه 3 نقط بس. فطبعا لجنة التظلمات عايزة الورق، الدوافع بتاعتك اللي بتقول انت خصمت، بعد ما خصمت 6 نقط خصمت 3 نقط، فين الدوافع؟ ما بعتش الدوافع. على ان بعد ما الاهلي والزمالك وبيراميدز راحوا لجنه التظلمات، بعديها في نفس اليوم لجنه التظلمات قالت يا جماعه رابطه الانديه، بعت لرابطه الانديه اللي يبعتوا الدوافع الورق بتاعتها الدوافع بتاعتها. رابطه الانديه ما بعتيش ليه؟ ايه الفكره اللي انت ما بعتيش ليه؟ ايه الفكره اللي انت عايزه رابطه؟ على ان لجنه التظلمات قالت مش هيتاجل القرار، هيطلع يوم 8، يوم الخميس يوم 8/5 هيطلع. جت لجنه التظلمات مأجله عشان الورق ما كملش. انت يا رابطه، انا مش هنتكلم على لجنه التظلمات، انا بتكلم على رابطه الانديه، انت ما بعتيش الورق ليه؟ انت لو في حق في ثانيه المفروض على طول عايزين ورق، خد الورق الدوافع بتاعتي اهي، اللي خلاني بعد ما خصمت ال6 نقط رجعت في كلامي وخليته في قراري وخليتهم 3 نقط بس. اما انت لا، انت بتتهرب. الشكل الطبيعي اللي احنا شايفينه انت بتتهرب، والموضوع تأجل يوم 15/5. انتوا عارفين يوم 15/5 ده هيبقى ايه؟ 15/5 دي يعني بعد مباراة الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا، يعني كل فريق منهم هيلعب مباراتين قبل يوم 15/5. الاهلي هيقابل المصري وهيقابل سيراميكا، الزمالك هيقابل بيراميدز، وهيقابل سيراميكا. سيراميكا الاول وبعدها بيراميدز، وبعد كده برضه بيراميدز هتقابل البنك وبعدها هتقابل الزمالك. يعني هم ايه الفكره؟ يعني رابطه الانديه بتقول لك يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا بعد المباراتين دول ما يتحدد بطل الدوري مين؟ هو المطوشه قويه بالنسبه للاهلي بالذات، الاهلي عندها المصري وسيراميكا، والماتش الثاني بتاع سيراميكا مع الاهلي ده يبقى الساعه 5، توقيت العصريه ده اللي الاهلي والزمالك ما بيحبوش يلعبوا فيه. وكمان ايه؟ ماتش المصري وسيراميكا ما فيش جمهور للاهلي، يعني ما فيش جمهور، الجمهور برضو بيأثر في المباراة، بيعمل دافع للعيبة تلعب كورة. شوف بقى لما تلعب الساعة 5 ما فيش جمهور، وتلعب الساعة 5 وفريق قوي زي سيراميكا، وتقابل برضو المصري بغير جمهور الساعة 8 اللي هو النهارده ان شاء الله، وتيجي برضو ماتش الزمالك وبيراميدز مباراة قوية جدا برضو، حد منهم هيتهزم او يتعادل، يعني لا يخرجوا واحد، لا يتهزم لا التاني يتعادل. لو بيراميدز اتهزم والاهلي فازت، خلاص الاهلي خلاص شكرا قربت خلاص تاخد الدوري. الزمالك اتهزم كده كده، الزمالك بره القصه، الزمالك بره القصه، مش هياخد مركز تاني. بينه وبين الاهلي 6 نقط، بينه وبين الاهلي 6 نقط. انت خلاص المفروض الزمالك يطلع من القصه دي اصلا خالص. خلي الاهلي اتخصم له 3 نقط، فرق 3 نقط، وانت مستواك مذبذب، وهتقابل بيراميدز وهتقابل سيراميكا، مطوشه قويه، وهتقابل فاركو وهتقابل بتروجيت، لسه عندك منتوشه قويه. المفروض الزمالك يفكر ماليش دعوه بالقصه دي، خلي الاهلي وبيراميدز في القصه دي مع بعضيهم. بس يا رابطه الانديه هي ايه الفكره؟ انت ما بتبعتش الورق. خلي بالك حتى لو تحدد مصير الدوري في المباراتين دول هتبقى المشكله هي دخلت الاتحاد، دخلت الكره المصريه في دوامه. ده انا اتفرجنا على ماتش انتر ميلان وبرشلونه، مباراه يا جماعه تخلينا ما نسمعش الدوري المصري تاني. يعني من غير مشاكل ما نسمعش الدوري المصري، امال المشاكل دي هنعمل ايه؟ الدوري المصري بقى يا جماعه اقولوا ايه؟ عيب لو قلت عار على الكره، بقى عار على الكره المصريه، بقى عار، بقى منظرنا وحش والله وسط الدوريات التانيه. بقى اقل دوري في العالم، مش هقول لك ايه دلوقتي، خلينا في افريقيا، اكتر دوري فيه مشاكل، كل فريق بمزاجه. اتحاد الكوره ما بياخدش قرار حاسم، لازم قرار النهارده وتاني يوم قرار تاني. الرابطه دي لازم تتحاسب، لازم تتفك، لازم الرابطه دي تتفك خلاص شكرا كده. تاني سنه على التوالي مشاكل،
الرابطه بتعمل مشاكل بين الانديه لحد دلوقتي، مشاكل هي اللي عملت الازمه في مباراه الاهلي والزمالك. سيبك ان الاهلي ليه حق الزمالك ليه حق، هم اللي عملوا المشكله. انت اللي عملت المشكله، انت اللي عملت قرعه قبل المطوشه بثلاث اربع ايام. انا استغربت، انا والله اتفاجئت. الاهلي والزمالك هيقابلوا بعض في اول مباراه فاصله في الدوري، ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ اتفاجئت، ايه ده؟ ايه الفكره؟ انت لو اخرتها شهر ايه المشكله؟ شهر والله ما كان يحصل المشاكل دي كلها. الرابطه هي اللي عامله المشاكل دي كلها، والاخر بتتهرب. انت مش في حق. طب فين الورق بتاعك؟ فين الدوافع بتاعتك؟ انت بتسيب الموضوع يتاجل ليه؟ طب يا رابطه، طيب ما فيش طب يعني بعد كل ده ما فيش تصريح طلع من الرابطه خالص. الرابطه ما طلعتش قالت يا جماعه مستنداتي اهي. طلع مستنداتك، رد على الناس، رد مثلا على الزمالك والبيراميدز، يا جماعه انا خصمت للاهلي عشان خاطر كذا وكذا وكذا وكذا، وادي المستندات وادي الورق. ايه المشكله ما تقول كده وتنزلها على السوشيال ميديا وكله يشوف الحقيقه؟ اما نفضل متدارين والورق متداري وبنتهرب من كل حاجه بنخاف عشان ما يحصلش مشكله كبيره. كده كده المشكله هتحصل، والله كده كده المشكله هتحصل، وانت اللي عملت المشكله. يعني حتى لو لجنه التظلمات جت في صف الاهلي، بيراميدز والزمالك هيروحوا محكمه راضيه. لو جم في صف الزمالك وبيراميدز، الاهلي هتروح محكمه راضيه. دخلنا دوامه، بقينا فضيحه في وسط الدوريات العالميه كلها. يا جماعه ده الاهلي هيلعب في كاس عالم انديه، يعني في وسط نجوم العالم، يعني فرق العالم كلها. لما يوصل لهم اتحاد الكوره بالمنظر ده، اتحاد الكوره المفروض ليه؟ المفروض ان اتحاد الكوره في القصه دي كلها، اتحاد الكوره شايل ايده من القصه دي ليه؟ ما تكلم رابطه الانديه، يا رابطه الانديه ودي ورقك من الاول، من البدايه، اول ما الاهلي والزمالك وبيراميدز راحوا تظلمات، ودي ورقك. الوزير المفروض يتدخل التاني، الوزير كلم الرابطه، فين اتحاسبوا. المفروض الوزير يحاسبهم، اتحاد الكوره يحاسب مش الوزير ممكن قانونا ما يحاسبهمش، بس اتحاد الكوره يحاسبهم. حاسب الرابطه دي. ازاي ما يتحاسبوش؟ ازاي الورق ما يروحش لغايه دلوقتي؟ ايه الفكره يتاجل؟ برضو ان كانت بتاجل عشان المباراتين اللي هتلعب لكل فريق وممكن يتحسم الدوري فيها، برضو المشكله هي لسه زي ما هي، انت ما عملتش حاجه، وهنفضل في دوامه كده وفي قصه تانية. الرابطه لازم تنفك، لازم تنفض والله. الجماعه اللي موجودين في الرابطه بوظوا الدوري، بوظوا الدوري، ما خدش الدوري، ما عادش ليه شكل بتاتا. كل يومين مشكله وكل شويه قرار. والتحكيم بقى، التحكيم مش هتكلم على التحكيم في ايه؟ التحكيم اقول لك في كل العالم في تحكيم غلط، في مشاكل في التحكيم، مش التحكيم في مصر بس في مصر زياده شويه، في زياده شويه. مش هقول لك متحيز لفريق، بس الاخطاء كتيره. انا مش هتكلم على موضوع متحيز لاهلي متحيز لزمالك، لا لا لا، في اخطاء كتيره لازم تتعالج، لازم الناس دي تتحاسب، الحكم يتحاسب. انا بقالي فتره كتيره ما سمعتش ان في حكم يتحاسب. ماتش البنك والزمالك، ضربة جزاء للزمالك باينه خالص، الزفار ما جابهاش ليه؟ وجاب كوره صعبه بتاعه البنك ضربة جزاء. انا بستغرب برضو والله، الفار فين؟ الفار في الحته دي. انا بقول لك مثل، يعني مثل في حاجه زي دي، حاجه غريبه. لازم برضو التحكيم، لازم اتحاد الكوره يغير الدنيا دي شويه ويحل المشكله دي. لازم المشكله دي عشان الدوري المصري يرجع تاني، يرجع زي الجيل القديم، كانش فيه المشاكل دي كلها. وربنا يستر عليكم. السلام عليكم.